قبل ما نبدأ أي كلام صلي على المصطفى المختار. سعيدي جاي لك بفيلم جبار، حاجة كده لا تقول له بتبتشان ولا شاروخان. النهاردة شيفة من كذبه هيخليها قايدة نيران، من أقوى أفلام المتعة الهندية لكن باللهجة الصعيدية. وشد فرا من هنا عشان هيبتدي فيلمنا. يبدأ الفيلم بشيفة وهو راكب عربيته وهو بيعمل حادث، والعربية من قلبه توصل لآخر العمود به به من أولها كذبه. وبيكون معاه بنته لاكي ومراته أبرنا وبيغم عليه، وبعدين بيفوق فبياخد بنته ومرته على المستشفى وعينه بتغفل هبابه، وبيصحى وهدوم بنته في ايده. والعامل ده بيقول له ما فيش حد في الاوضه اللي انت بتقول عليها، وبيقول له روح اسال في الاستقبال. وبيسال الموظفه بيقول لها مرتي وبنت امبارح دخلوا المستشفى اوضه 202، وبيقول لها دلوقتي مش قاعدين، وبتاكد له انه فعلا الاوضه فاضيه. وبتقول له هالكشوفات قدامك، فبيدور فيها ما بيلاقيش اسمهم، وبيروح للدكتور ده ويشده من رقبته بيقول لهم ايه مستشفى ما جابتش ذكر في مرته وبنتي. ومره واحده بينزف من مناخيره وبيوقع على الارض، وبياخدوه يعملوا له اشعه وبيكون مغمى عليه. وبيرجع للذاكره لورا ويفتكر لما كانت في عصابه بالليل بتتاجر في الحشيش، وبيسمعوا صوت والراجل ده بيقول لهم طلعوا السكاكين. وها هو 7 الرجاله ناصر الغلابه الضابط شيفه اللي ولا بيطفي له سجاره اللي بيتلموا عليه ولكن ولا بيأثر فيه، وبيخبط فيهم بغباء، وبيمسك الكشاف ده وبيضرب فيهم. اهو جالكم اللي هيدشدشكم ويكسر عظامكم. وبيكسر دراع الواد ده بيقول لهم انتوا عاملين نفسيكم هتفلتوا مني. لكن بيجي له الراجل ده بيقول له عد الدنيا يا باشا، هم كانوا شغالين في الضلمه ومحدش شافهم غيرك، لكن بيشلطوا بقلم مغفلق على صرصور ودنه. والراجل ده بيقول له انت متحامي ببدلتك، خلي بالك عشان من النهارده حياتك مطينه بطين. وبتظهر البت المزه دي ابارنا وهي طالعه من الكليه بتاعتها، وبتركب مع شيفه، وبتفتكر لما اول مره تشوفه كانت فاكراه بيعاكس. هو قالها انه هو ظابط بس لسه في الدراسه، وانه هو هيخش البيت من بابه بس بعد ما يتخرج. وبيخرجوا مع بعض وفي حفله في الكليه كان هو بيتفرج عليها وهي بترقص، وبيعيشوا اجمل قصه حب مع بعض. لكن ياتيك الخازوق المغفلق، بتروح البيت لكن بتلاقي حفله، وبتعرف ان الحفله دي عشان هتتجوز بكره. وابوها بيقول لها ايوه هتتجوز بكره، ولا فكراني مش عارف ان انت داير على حل شعرك مع الضابط ام موتوسيكل ده. وبعدين بيمسك خده وبيقول له وكده كده هيموت عشان اذى ناس كتير، لكن بتقول له ان هو هيجي وهيتقدم لها، وبقول لها انا مش هوافق حتى لو جاني ان انت تتجوزيه. فبتمشي زعلانه وخزيانه وبترن على شيفه وتقول له ان ابوها هيجوزها بالعافيه، لكن رئيسه في القسم بيحبسه في الزنزانه. وابو ابارنا بيخش عليه الاوضه وبقول لها كلمته طبعا حبيب القلب لكن ما هيجيش عشان امرتهم ان هم يحبسوه وادي صورته. ورئيسه بيقول له يخلص الفرح واطلعك على طول عشان ما تعملش مشاكل. وفعلا بيجوزوها والبنت بتكون زعلانه يا ولداه. وبعدين بيروح رئيسه بيقول له ما دام انت هادي كده هطلعك، وبيطلعوا من الزنزانه لكن بيشلطوا بقلم معنجر. وفرح ابارنا بيبتدي، لكن شيفه هيسكت ويسيب حب عمره، والبنت اللي زي لها تطل قشطه تضيع من ايديه. لا 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 ما يحصلش، بيصدر بتسكله في نص الزفه. وابرنا اول ما بتشوفه بتجري عليه وتبوسه قدام ابوها من غير حياه ولا اختشى. وبروح يقول لابوها طبعا انت عارف ان جوازها باطل عشان هي ما رضياش، ودلوقتي انا هتجوزها. والدكتوره دي بتبلغ الحكومه بحاله الضابط بتاعهم. والضابط اول ما بيعرف بياخد بعضه ويروح يشوفه. والدكتوره بتقول لهم جه امبارح المستشفى الوحده وبطوله، وبتوريه الكاميرات وبتقول له انه هو لما عمل حادثه اتخبط على راسه وحصل له نزيف داخلي، وبدا يخرف ويتخيل له انه هو جاب مرته وبنته، لكن في الحقيقه هو جا لوحده. والضابط بيقول له يعني حالته خطيره، بتقول له ايوه لكن بالعلاج هيخف وواحده واحده هيخف. وابو ابارنا وامها بيجوا يقلبوا الدنيا وبيقول لهم بنتي وحفيدتي فين، وبيفهمهم ان البت رنت عليه وقالت له ان هي متشاكله هي وجوزها مع بعض وجايه في الطريق وجوزها هيوصلها لحد الباب. وبيقول له ما تلاقي عمل حاجه في البت وحفيدتي وعامل تمثيليه علينا. لكن الضابط بيزعق فيه وبيقول له ده عنده نزيف داخلي وانه هو افضل ضابط عمره ما يحصل منه كده. وبقول له كده ولا كده هنوصل للحقيقه ونعرف مكان حفيدتك وبنتك، بس مش التخاريف اللي بتقول عليها. وبروح يدور في عربيه الضابط شيف على اي دليل، وبيلاقي المسدس بتاعه مضروب منه 4 طلقات. وبيفتكر شيفه هو مغمى عليه مرته وبنته لما كانوا مستنيينه وهو اتاخر في شغله. فبنته رنت على الضابط فيكتور صاحبه اللي معاه في الشغل عشان هو ما بردش، وروح شيفه البيت. لكن مرته بتقول البيت نامت وكانت مستنياك تتعشى، وبيحاول يوكلها في خشمها لكن مقموصه منه. بتقول له كل يوم تتاخر كده في الشغل، وبتاكل معاه وبيصالحها. وتاني يوم بيجي الراجل ده ومرته بيقول له الحقني يا
باشا بنت من امبارح مش لاقينها. هو بقول له ما تقلقش هجيب لك بنتك لو في عين العفريت. وبيجي له تليفون ان في بنت كانت هترمي نفسها في البحر وتنتهي، لكن لحقوها وخدوها على المستشفى. وبياخد بعضه وبروح لها ويحاول يفوقها وبيجيب لها اكل، والبنت بتاكل كانه اخر زادها. وبتقول له في 4 رجاله بيحششوا وبيعتدوا على البنات في السكن اللي تبع الجامعه، وهي كانت واحده منيهم. فبتقول له خفت اقول لابوي وامي يمنعوني من الدراسه وخايفه اروح السكن تاني، عشان كده انتحرت. فبيشدها من دراعها والاول ده بيشوحوا على الباب والسكن كله بيتلم وبينزل فيهم تخبيط. بقول لهم تتشطروا على شويه بنات يا عوله، وبيجري ورا ده وبيلف شمله في ايده وبيحط لهم نبات الوحوح اللي بيحرق في الجسم حرق. انا اول مره اسمع عنه، بس يمكن موجود في الهند يا ابوي. واول ما بيحطوه لهم العيال بتقعد تتشال وتدق من كتر الوجع ويقعدوا يصرخوا زي الحريم. وبيضرب مدير السكن عشان كان سايبهم، والبنات كلهم بيفرحوا بيه، والمحكمه بتحكم عليهم على العيال دي بالسجن 14 يوم، ومعاهم المدير بتاع السكن. والضابط فوكتر بيرن على شيفا بيقول له يا فندم عايزينك في اجتماع مهم للقادة. ومرته بتقول له احنا في جازة وادوبنا جايين، لكن برضه بيسافر وبيرجع عشان شغله. وبنته بتقول له على الله يا ابوي تتأخر عن الساعة 5:30. ومرته بتقول لبنته النهارده عيد ميلاد ولازم اول ما يرجع نفرحه. وبتخش تاخد الشاور بتاعها وتلبس الحته النظيفه وبتمسك تلفونها، لكن العيال اللي شيفا اتعرك معاهم بيكونوا خرجوا من السجن. وبيمسكوا مرته وبيقولوا لها بص كده، والعفش ده ماسك عليها سكينه على رقبتها، وهي بتحاول ترن على جوزها لكن بيقفل تلفونه عشان في اجتماع مهم. والواد ده بينزل البنطلون وبيقول لها بص يا بت، وبيقول لها جوزك لو وقف في طريقنا تاني هنعمل معاكي انت الغلط. وبيمشوا بنتها بترجع من المدرسة وتشوف أمها وبتقول لها برضه تأخر، وأبرنا من كتر الصدمة واللي شافته في دنيا غير الدنيا يا ولداه. وشيفا بيرجع من شغله ومرته في مكانها من الصبح ما تحركتش. وبعدين بتقول هي في ايه؟ بتقول له كم مرة كلمتك؟ مرتك اتهمت وشافت اللي عمرها ما شافته من شوية عيال. فالدم بيضرب في نافوخه وبيجري عليهم بالموتوسيكل بتاعه وبشوفهم وبيقعدوا يشوحوا عليه قزاز البيرة ويتلموا عليه ولاد الهرمة. لكن على مين؟ احنا معنا المعنجر ابن المعنجرين، بيقعد يمسك واحد من رجله وبيقعد يدغدغ فيهم وبيجري وراهم وبيدوا كل واحد فيهم طلقة ويركب موتوسيكله وهو ماشي بيشوف مرته وبنته وبيزعق فيهم. بيقول انا قتلتهم ورجعت لك حقك، لكن بتقول انا مروحة عند ابوي هو الوحيد اللي يقدر يحميني وانت خليك لشغلك. فبيحضن بنته وبيحاول يوصلها لبيت ابوها، لكن بيعمل الحادثة دي. الضابط فوكتر بيحاول يفهم القيادة ان شيفا لما عمل الحادثة كان هو ومرته وبنته، لكن اتخبط على دماغه، واول ما صحت كان بيخرف وتخيل له انه بنته ومرته معاه، لكن هو كان لوحده ووصل المستشفى لوحده. بعد ما شافوا كاميرات المراقبة بتاعت المستشفى وكاميرات البيت بتاعته ان العيال اللي كان معاهم قبل كده وتشاكل معاهم راحوا البيت وهددوا مرته، وبعدين راح قتلهم الاربعة مع بعض عشان المسدس بتاعه كان مضروب فيه 4 طلقات، لكن في 3 ماتوا، واحد من العيال دي لسه عايش واحتمال كبير هو اللي يكون خطف بنت شيفا ومرته. ومرة واحدة بيفوق شيفا والإنذار بيشتغل في المستشفى وبيعرف إنه بنته ومرته اتخطفوا، والواد ده بيكون مستنيه. شيفا بيجري على عربيته وبروح مكان الحادثة، لكن الواد بيكون وراه، لكن شيفا بيشوح على الأرض بيقول له تعال وريني نفسك يا دي أنت لسه ما متش، وبيجري عليه. والضابط فوكتر بيكلم رجالته بيقول لهم الحقوه قبل ما يقتل الواد، وبنط شيفا على الواد والضابط بيقول له استنى يا شيفا، لكن بيديله رفسه برجله بيخلص عليه. فوكتر بيقول له يمكن هو اللي خطف مرتك وبنتك، وشيفا بيتصدم وبروح القسم ورئيسه بيقول له لازم تسلم نفسك للمحكمة بكرة عشان قضية العيال اللي قتلتهم. والمحامي بتاع الخصم بيقول لما الضابط يعمل كده امال سيبنا ايه للبلطجية. والدكتورة اللي متابع حالة شيفا بتقول للمحكمة ما ينفعش تحبسوه عشان ما تجيلهوش الحالة تاني ويخرف، ممكن تحبسوه لكن بعد ما يخف عشان لازم يكمل علاجه. وهي أشعته يا فندم بتأكد كلامي. ورئيس المحكمة بيحكم عليه ان هم يتحفظوا عليه في بيته ويكمل علاجه. وشيفا بيقول الواد اللي قتلته مش هو اللي خطف بنته ومرته، عشان لو هو كان خلص عليا مش هيخطف مرتي وبنتي. وبيحاول شيفا يلم معلومات عن كل اللي اتخطفوا، ومع كتر التفكير بيوقع على الارض. والدكتورة بتقول له مكده غلط عليك عشان ما تتعبش تاني. واول ما بتمشي
بيقول لازم اروح مكان الحادثة يمكن امسك اي دليل هناك. بيروح مكان الحادثة ويفكر في اللي حصل بالضبط، وبيمسك غوايش مكسورة، بيعرف ان هي الحريم، وبيفهم ان اللي خطف مرته وبنته حريم مش رجالة، وبيقول له ما انا لقيت سنة، وبيبعتها للمعمل الجنائي. وهو في العربية السواق بيقول له هروح افك حصرة يا باشا، وبشوف كم مرة لابسة غوايش وخلاخيل، فبيقعد يدور في الشوارع الحريم اللي لابسة كده، وبيلاحظ رجالة حركتهم مش طبيعية، وبيشوف الراجل ده ويشوف نفس السنة اللي لقيها، واول ما بشوفه بياخد بعضه وبيجري وراه شيفه، لكن في عربية بتدوسه وبيموت. وبيعرف انه في رجالة بتلبس لبس حريم وبتخطف في الناس، وشيفه بيقول يبقى اكيد هم اللي خطفوا مرتي، بس لازم نعمل طعم. وبيجي الولد ده بيقول له انا موافق ان ابقى انا الطعم. بيقول له انت نقصتني من السجل قبل كده ولازم ارد لك الدين يا باشا. وبيزود الطعم كمان ببنت تانية، والحكومة كل واحد في مكانه، وبيظهر اولاد الهرمة دول وبيخطفوا البت دي، لكن الحكومة بتجري وراهم، لكن بيحطوا السكين على رقبة البت وبيقولوا لهم لو مشيت ورانا هنقتلها. فالحكومة بتسيبهم يمشوا، لكن شيفة ما تخيلش عليه الحركات دي، لكن كلهم بيجروا، وشيفة بيدور عليهم وبيستدرجوا في الحتة دي، وبيحوطوه من كل مكان وبيضربوه يرموه على الارض. به يا عم شيفة برضه هتتضربوا ليه؟ لا، الجن اللي جواه بيحضر في المكان وبيمسك الراجل ده على كتفه ويرميه على الارض، والتاني بيرفسه على الارض، وبيمسك الاثنين دول وسع يا ولي منك ليه، وبيحط رجله عليه. وبعد ما يمسكهم بيقولوا له يا باشا احنا بنخطفهم ونحطهم في شوايل وبس كده، بعد ما نحطهم في مكان معين وبعدين بيحولوا لنا الفلوس، لكن عمرنا ما شفناهم. لكن شيفا بيرفسهم برجله وبيقول لهم انتوا رجال انتوا تلبسوا لبس حريم، اخس عليكم وعلى المرجله. وبيقول له فين هذا المكان ده؟ وبيقول له بيت مهجور. وبيفهم الضباط انه هو لازم يعمل لهم كمين ويحط نفسه في شوال ويعرف مين اللي ورا كل عمليات الخطف دي. وبيظهر بهاتيا مدير المستشفى وبيقول للدكتور ده ان امريكا وفرنسا هتعمل دم اصطناعي، وهو عايز يعمل كده قبلهم ويصنع الدم ده. وبيقول للدكتور هتاخد قد ايه وقت؟ بيقول له سنه. بيقول له لا قدامك 6 شهور بس، وانا هجيب لك اكتر واكتر من الحالات اللي تجرب عليها. عايز الناس الدم اللي يجري في عروقها ما يكونش دم ابوهم وامهم، لا يكون دم اصطناعي من صنعي انا. وفي واحد بيكون عايز يهرب لكن بهاتيا بيعفص على رجله، والحالات كلها شايفه اللي بيحصل وبيمسكوا من دراعه وبيقول لهم ده جزاء اي واحد يفكر في الهرب. وشيفا بيبدا خطته وبيكون في شوال، والحكومه مستنيه على بعد، وفي عربيه بتقرب منه، واول ما بيقربوا منه بيرمي جهاز التعقب عشان في واحد معاه جهاز بيكشف اي معدن، فلو عرفوا هتبوظ كل حاجه. وهو عامل اغمى عليه بيفتشوه وبعدين بياخدوه، والضابط فيكتور بيلاحظ انه هو بقاله 20 دقيقه في مكانه، فبيروح يشوف لكن بيلاقي جهاز التعقب اللي المفروض هيعرف الطريق منه مرمي على الارض. وبيخش شيفا وهو في الشوال المكان ده، وطبعا هو صاحي، لكن الدكاتره لما بيفحصوه بيلاقوه واعي بكل حاجه، فبيروح يبلغوا الدكتور المسؤول، فبيقول لهم حطوا نسبه مخدر كبيره، وهوب بيضرب الدكتور ده وبياخد هدومه. وبيخش عند الدكتور المسؤول وبيلاقي دنيا مغفلقه، وبيشوف بهاتيه بيتكلم مع الدكتور ده وبيقول له في حالات بتظهر له فقاعات في جسمه، بيقول له دلوقتي هنجرب الدم الاصطناعي على عينه، وبيروح معاه بهاتيه، لكن الراجل اول ما بيحطوا له الدم ده بيموت وبياخدوه عشان يرموه في المحرقه، واللي بياخدوه شيفه والراجل ده، وبيشوفوا ماشي حالات كتير وبيرموه في المحرقه. والراجل بيقول له ايه صعب عليك، انا امبارح رميت بنت عندي 5 سنين، فبيرميه هو كمان في المحرقه، وبيضرب الراجل ده وبياخد المفاتيح ويحاول يخرجهم، ويضرب الراجل ده كمان، وبنته بتشوف لكن هو ما بيشوفهاش، والراجل ده بيخبطوا على دماغه فبينزف من مناخيره، بيكون خلاص هتجيله الحاله، لكن بيشوف على الحيطه حركه ايدين بنته كانت بتعملها قبل كده، فببص وراه وبيشوفها، فبيمسكه من رقبته وهوب بيرميه على الارض، وبياخد بنته على ظهره وبيضرب فيهم، وبيشوف مرته ابارنا وبياخدها في حضنه، لكن ولاد الهلمه بيضربوه ويرموه برا على الارض وبيتحوطوه، وبهاتيا بيغصوا في ظهره بالسكينه وبيرميه على الارض، ومرته بتشوفه بتتصدم، وبنته بتقرب منه، وبهاتيا بيقول خدوا بنته ومرته ارموها في المحرقه، وبياخدوا مرته وبيشدوا بنته، لكن بتمسك في السكينه اللي مغزوز بها ابوها شيفه، ومره واحده هوب بيقوم مش عارف ازاي الجن الكافر اللي جواه بيخرج، اهو جالكم المجنون اللي ما بيرحمش، وبيقتل دف رقبته، والتاني بيديله بوكس مغفلق معنجر، وبينط فوق ويقطع فيهم وسع يلا، وبيمسك السكينه دي بخشمه وبغز ضف بطنه. اللي بعده وبهاتيا بيكون مش مصدق اللي حصل وبيجروا منه، لكن شيفه وراه وبيغزه في ظهره وبيرميه في المحرقه، وبعدين بيخش المستشفى، ومرته بتقول له
من النهاردة أنا عرفت قيمتك. أنت في الوقت اللي بتسيبنا فيه في ناس تانية أنت بتنقذها. كمل وربنا معاك يا حضرة الضابط. وبيخلص فيلمنا. يا ريت لو عجبك الفيلم ما تبخلش علينا بالاشتراك عاد، وتدوس لايك وتفعل الجرس، وأهم حاجة تعليقك الجميل في قناة الصعيدي عشان يبقى حافز لينا إن احنا نكمل. هم بزيادة على كده وجعت راسكم يا بوي. سلام يا رجالة وانتظرونا في اللي جاي.